بقى عندنا جيل مختلف، مش بيزعل على لعبة اتكسرت، ده ممكن يعيط إن النت فصل. وكتير من الأمهات بتقول ابني مش بيعرف يسكت ولا يقعد من غير الموبايل. بقينا بنشوف أطفال سنهم من 4 سنين ل5 بيقعدوا بالساعات على السوشيال ميديا، وده تأثيره على الطفل خطر جدا. والأصعب بقى إن في ناس لسه شايفة إن كل ده عادي وتقول ما كل العيال كده. خلونا نتكلم ونتعمق في تفاصيل الموضوع بشكل تفصيلي ونفهم أسباب تعلق طفلك بالسوشيال ميديا وإزاي نتعامل معاه. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة موضوعها شائك ومهم جدا ومحتاج تركيز مننا كأهل للطفل. أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وكل مستمعينا في بودكاست مراية. الحلقة دي مهمة جدا ومحتاجين نتناقش في كل تفاصيلها بوضوح أكتر. ممكن يا كوتش توضح لكل مستمعينا إيه العلامات اللي ممكن الأم تلاحظها في ابنها ووقتها تعرف إنه متعلق بالسوشيال ميديا؟ في علامات هنوضحها مع بعض وتشير إن الطفل ده متعلق بشكل كبير بالسوشيال ميديا. أول علامة ممكن نلاحظها إن الطفل بيفضل دايما الموبايل على أي لعبة أو أي حاجة تانية ممكن يعملها. لو حاولت تبعد التليفون عنه فبيكون رد فعله إنه يغضب ويعيط لمجرد بس إنه اتمنع منه. كمان نلاحظ لو بدأ إنه يبقى منعزل أو عصبي أو بعيد عن الحاجات والألعاب اللي ممكن أي طفل في سنه يعملها. ممكن أضيف معاك إن كمان الأم لو لاحظت إنه مثلا أول ما بيصحى بيدور على التليفون لما يرفض إنه يتكلم أو يتعامل مع حد. بس خلينا نقول إن تعلق الطفل بالسوشيال ميديا مش بيكون صدفة. في أسباب ممكن توصل الطفل إنه يتعلق بيه تعلق مرضي، زي مثلا إن الطفل ده وحيد، بيمل بسرعة، والموبايل بيكون وسيلة سهلة للتسلية بالنسبة ليه، أو إن الأهل دايما مشغولين عن الطفل فالموبايل بيكون جليس إلكتروني بالنسبة ليه. أو مفيش أنشطة بديلة ولا خروج ولا لعب ولا رياضة، فده بالنسبة ليهم بيخرجهم من العالم بتاعهم ويشوفوا حاجات مختلفة. وناخد بالنا إن في أطفال بيهربوا من ضغط البيت أو المدرسة، فبيختاروا الوسيلة دي لأنها سريعة جدا ومؤثرة بشكل كبير. وكمان ممكن الطفل بيشوف اللي حواليه ماسك الموبايل على طول، فبالتالي بيقلد كل حاجة وكل تصرف لأن أهله بالنسبة ليه قدوة ومش بيعملوا أي حاجة غلط أو فيها ضرر. وده ممكن على المدى الطويل يسبب ضعف التركيز وتشتت الانتباه، إن الطفل يكون عنده تأخر لغوي أو اجتماعي وخصوصا لو صغير، وكمان ثقته بنفسه هتكون ضعيفة. التواصل والتعامل مع أهله أو صحابه هيكون ضعيف جدا. ممكن أضيف معاك يا كوتش من ضمن الأضرار اللي ممكن يتعرض ليها الطفل اضطرابات في النوم، إنه يشوف فيديو ويبدأ يقلده، وممكن وقتها يتعرض للخطر لأنه بيقلد من غير ما يفهم. وكل ده هيترتب عليه إن الطفل يتأخر في دراسته، ولو الموضوع زاد ممكن يوصل للإدمان وقتها يحتاج تدخل نفسي. في كتير من الأهل حاولوا يمنعوا الطفل خالص من الأجهزة. خلينا نوضح أكتر لكل مستمعينا إن المنع التام مش حل أبدا، بالعكس ده هيزود العند والتعلق الزايد بالحاجة دي. فهنا أنسب حل هو التنظيم، بمعنى إنك تحددي وقت معين خلال اليوم للعب، تحاولي تشاركي معاه اللي بيتفرج عليه وتتكلمي معاه عن المحتوى. وكمان لازم يدخل في حياته أنشطة بديلة زي الرياضة والرسم وألعاب جديدة فيها تشغيل دماغ وابتكار. وما ننساش الخروج سواء في أماكن أو يزور قرايبه، المهم يخرج. أما لو بيذاكر فممكن تخصصي ليه ساعة على مدار اليوم متقطعة أو مقسومة مرتين، ولازم يخلص واجباته الأول ويرتب أوضته قبل ما يمسك التليفون أو الجهاز اللي بيستخدمه. كمان تخليه يحكي ليكي هو بيتفرج على إيه وتفهمي منه اتعلم إيه من اللي شافه. كمان دلوقتي في ابلكيشنز كتير للرقابة الأبوية هتساعدك تتحكمي في اللي طفلك بيشوفه، ومناسب لعمره، مش يفضل طول الوقت قدام محتوى مفتوح ممكن يبقى مش مناسب لعمره ومضر ليه. وبالتدريج ومع التنظيم للروتين اليومي لطفلك هتلاقي الوقت اللي كان بيقضيه بدأ يقل. بس في نفس الوقت محتاجين بدايل تساعد الطفل إنه ما يحسش بالملل
ولا يرجع تاني للوضع القديم. فمثلا في ممكن تخلي أولادها يشاركوها في زراعة نباتات صغيرة، فيبقوا متحمسين إنهم يرعوها باستمرار ويشوفوا النبات ده هيبقى شكله إزاي. أو ممكن يتخصص وقت كل يوم للعيلة إنهم يلعبوا لعبة أو يحكوا حكايات أو مواقف حصلت. فالبدايل كتير، وعلى حسب كل عيلة بتحب إيه وممكن توفر إيه لطفلها. المهم يكون في بديل. البديل مش لازم تكون مكلفة، المهم يكون في تواصل مع الطفل بشكل مباشر وبهدوء علشان يخرج من الدايرة دي بأمان من غير أي ضرر. السؤال اللي كتير من الأهل بيسألوه: إمتى ممكن نروح لمتخصص؟ نروح لمتخصص لو الطفل بقى عنيف جدا، وقت ما بتحاول تمنعه أو تقلل وقت استخدامه للسوشيال ميديا، بدأ إنه يكذب علشان يستخدم الموبايل، أو يهرب من المدرسة، مستواه الدراسي بيقل، أو مش بيبقى مبسوط غير بالموبايل، فقد الشغف بأي حاجة تانية. ده معناه إننا محتاجين تدخل من متخصص نفسي سلوكي أو لايف كوتش يساعده على إعادة التوازن. السوشيال ميديا مش مضرة، لكن المشكلة في طريقة الاستخدام، خصوصا مع طفل لسه بيتعلم يعني إيه يتحكم في نفسه. ودورنا كأهل مش بس نمنع، لكن نوجه ونرشد ونفهم ونقدم البدايل ونتواصل مع الطفل بعمق علشان يعرف إن في وقت معين ممكن نتعامل فيه مع السوشيال ميديا، وإن العالم الحقيقي اللي عايش فيه أهم وأحلى بكتير. خلي بالك من طفلك وراقبي استخدامه للسوشيال ميديا. حددي وقت واضح ومناسب حسب سنه. قدمي بدايل ممتعة وشاركي اللي بيشوفه وبيعمله. خليكي قدوة وانت بتستخدمي السوشيال ميديا، ولو حسيتي ان ابنك مش بيستجيب او ردود افعاله عنيفة، ما تتردديش ابدا في طلب المساعدة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. يا رب نكون قدرنا نوصل رأينا لكل مستمعينا بوضوح، ونكون دايما سبب في وعي بسيط يفرق معاكم. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك، انستجرام، وثريدز، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.